السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمرو فايز ولودي. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا انا جايه النهارده اثير الجدل بالنسبه لناس كتير. هي الناس بتسال سؤالين، انا طالعه ان انا اجاوب عليهم النهارده. اول سؤال، ما تقولوا ان هي عملت عمليه تكميم، وتاني سؤال ان انا خسيت ازاي. اول حاجه، انا ما عملتش عمليه تكميم، لان انا بعيدا عن ان انا كنت اسمع ان اللي بيعملوا عمليات تكميم دول بيبقى المفروض ان وزنهم اعلى بكتير من الوزن اللي انا كنت عليه، او من الوزن الطبيعي اللي الناس ممكن تبقى مليانه ووزنها الوزن ده. طبعا احنا ما بنحبش نقول ارقام، عشان انا ما بحبش اقول ارقام عشان نحتاج حد هنا. ماشي. دي اول حاجه. تاني حاجه، ان انا جبانه جدا جدا جدا، يعني انا اجبن كتير من ان انا اعمل عمليه تكميم. يعني انا ممكن تسالوا جوزي في الموضوع ده، هو يعني ايه، عارف ان انا جبانه. فدي تاني حاجه. ولو كنت عملت عمليه تكميم كنت عملتها من قبل الخطوبه بقى، يعني ما كنتش عملتها دلوقتي. ايه اللي يخليني اعملها بعد الجواز؟ طب ما كنت بشعرك، فمش هينفع ننزل الصور. بالظبط. بس اكيد كل اللي يعرفني هنا او اغلبكم متهيالي، يعني يمكن 80% من اللي معانا ستات، اغلبكم شفتوا شكلي في الخطوبه. فلو انا كنت هعمل عمليه تكميم وكنت ناوياها كنت عملتها قبل الخطوبه. ايه اللي هيخليني بقى ان انا اتخطب وانا متختخه قوي كده؟ ماشي، يقول لي الشرف ان انا اقول كده. والله هي جت كده يا جماعه، والله جت كده. لو انا مش هتصدقوا ان هي جت كده، بس احكي لكم. المهم ان انا طبعا بعد الخطوبه كنت زي ما انا، ما فيش اي تغيير. وبعدين ابتدينا في تجهيزات الفرح وتجهيزات الجواز وتجهيزات الشقه. فطبيعي ان اي بني ادم في الدنيا ايا كان وزنه في الفتره دي بينزل وزنه شويه يعني، بس مش شويه كتير. ابتديت الاحظ الموضوع ده امتى؟ لما رحت الاتيليه اشوف الفستان. جت الست اللي كانت في الاتيليه هي نفسها وانا بقيس فستان الفرح، راحت قالت لي انت خسيتي لوحدها كده زي ملك. وبعدين اتجوزنا. بعد ما اتجوزنا طبعا انا بقيت يعني اكل في الوقت اللي عمرو بياكل فيه وهو في الشغل. يعني الفتره الاولانيه على الاقل قبل ما ينزل الشغل كنا بناكل في نفس الاوقات. فعمرو ما بياكلش متاخر قوي، هو مش متعود على كده. كنت انا متعوده ان احنا بنتغدى متاخر، ممكن نتغدى الساعه 10 بالليل عادي، وممكن بقى يبقى الاكل فيه مقليات عادي. لكن احنا لا، قليل قوي قوي لما بناكل مثلا حاجات مقليه كده بالليل. ممكن لما يبقى عمرو اجازه فاحنا نبقى مثلا هنتعشى، وده برضو ما بيحصلش كتير. يعني احنا اكلتنا مش بتبقى بالليل، فبيبقى يوم الاجازه بس. فابتديت ان انا اتعود على الاوقات اللي هو بياكل فيها، لان هو متعود ان هو يتغدى بدري. وده الفتره الاولانيه اللي هو ما كانش فيها اجازه، وبعدين اللي كان فيها اجازه اقصد. وبعدين ابتدى ينزل الشغل، فابتدى طبعا نمط الحياه يتغير، لان برضو كل الحاجات اللي انا كنت باكلها كانت بالنسبه لعمرو حموضه. دي كارثه. احنا ممكن ندب مسقعه بالليل عادي، ممكن ناكل بطاطس محمره كل يوم بالليل عادي، معرفش ناكل كل الحاجات اللي بتجيب حموضه دي ممكن ناكلها بالليل عادي، ما كانش عندي فيها مشكله. فطبعا ده بالنسبه لجوزي لا، مش هينفع. هو متعود على حاجه، وفي حاجات بتجيب له حموضه ومعرفش ايه. فطبيعي ان انت بتتعودي على الحاجه اللي جوزك بيعملها. دي تاني حاجه. تالت حاجه ودي الاهم بقى، ان انا كان عندي كارثه بعملها في حياتي. اظن الناس كتير بتعملها لانها بتستسهلها، حتى الناس اللي ممكن تكون بتبقى قاعده لوحدها، ممكن الناس اللي تكون بتشتغل فبتفطر كده على السريع وهي في الشارع، الشيبسي والمولتو والشوكولاتات والهري بقى ده كله. انا كان عندي وجبه، دي وجبه اساسيه في حياتي، ان انا كل يوم الصبح احنا يا هنجيب حاجات مخبوزات من الفرن. انا ما بقولش ان احنا نحرم نفسنا من ده، بس القليل. ما هو انا دلوقتي بعمل القليل. انا على فكره باكل كل حاجه ومفيش حاجه انا ما بطلت اكلها، بس كنت ياكل مخبوزات من الفرن، يا اما اجيب مولتو وشيبسي وحاجات زي كده. فدي اصلا فيها مصيبه سودا، يعني دي انت بتخني نفسك بمصيبه سودا. وطبعا كنت بشرب بيبسي كتير جدا، دلوقتي لا برضو في العادي. فكل الحاجات دي بالنسبه لي كانت هي اللي بتخني. غير بقى ان اهم ما كل في اللي حصل ده، اهم كل حاجه في اللي حصلت دي، ان انا حركتي اتغيرت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما كنتش متعوده ان انا بنزل سوق.
اول الجواز انا كنت بنزل السوق كل يوم، لان انا طبعا كنت ذكيه جدا يعني. مش بتنزلي الصبح اصلا؟ بالظبط، ما كنتش بنزل الصبح زي ما عمرو كان بيقول، كانت كل نزولي بالليل، فانا ولا بشوف شمس ولا بفرهد وانا ماشيه ولا الحاجات دي. ولما كنت بنزل اول الجواز كنت بنزل السوق كل يوم، ما كانش عندي الاوبشن بتاع ان لا اكتبي حاجتك، طب جيبي حاجتك بالاسبوع، طب جيبي حاجتك كل 3 ايام، طب معرفش ايه. لا، كنت بصحى الصبح افكر طب احنا هعمل غدا ايه، فابتدي افكر خلاص انا عرفت انا هعمل غدا ايه، شوف ناقصني ايه في البيت، ابتدي انزل السوق وارجع. شيلي يا خلود السجاد كله واعملي. وانا بقى عندي مشكله، انا ماما الشقه عندها كانت باركيه، فانا كان عندي دلق الميه ده كان غالبا كبت، فعارفين اللي هو ايه، انا بدلق ميه بقى على السيراميك ومعرفش ايه، ربنا يخلي لي جوزي طبعا عمل لي كل اللي نفسي فيه. فدي كانت بالنسبه لي متعه اول الجواز. حتى كان عمرو يكلم خالته في التليفون يقول لها دي بتمسح الشقه كل يوم، ما هو يعني ايه اللي هو ايه، انت برضو ايه هتعملي كارثه في نفسك ان انت هتتعودي على كده. حتى دلوقتي ممكن مثلا في وقت طب المع السيراميك باي حاجه بسرعه لما يبقاش عندي وقت، بس برضو ما بحسش ان الشقه نظيفه 100% غير لما ادلق ميه وامسح واجر واعمل واجر ورا الركنه واعمل معرفش ايه واعمل ايه، ففي مجهود انا ما كنتش متعوده عليه، فكل ده خسسني. لكن قصه التكميم دي لا انسوها. ادويه انا ما خدتش ادويه خالص. عمرو جرب دواء يعني لسه بيجربه، فان شاء الله لما يبتدي يحكم على نتيجته كده هينزل لكم برده. بس لو انتم مش عايزين تجيبوا ادويه ممكن تغيروا نمط حياتكم عادي جدا يا جماعه. انا على فكره كنت فاكره ان انا صعب جدا بالنسبه لي ان انا الغي قصه المولت والشيبسي والشوكولاته والحاجات دي من حياتي. لا، لقيت ان انا لا بتتلغي عادي. انا مش معنى كده ان انا بطلت اكل الحاجات دي، لا، بس باكلها بقى وانا مستمتعه مش زهقانه. يعني انا كان في وقت اصحى الصبح كده الاقي ماما مثلا جايبه نفس الحاجه او نفطر نفس الحاجه، ابص لها كده اقول لها انا على فكره زهقت، انا زهقانه من طعم الحاجه نفسها وانا باكلها زهقانه. بس دلوقتي لا، ممكن وانا ماشيه كده في الشارع يجيلي نفسي على كيس شيبسي فاجيب كيس شيبسي وانا راجعه. ممكن نبقى في الشارع فاجيب اي حاجه وانا ماشيه عادي. ممكن في وقت اجيب مولت واحط العمر واحده في الشنطه، بعمل كده على طول. فبس انا مش عايزه اقول لكم حاجه اكتر من كده، غيروا نمط حياتكم والدنيا هتظبط، وواحده واحده، واللي هتخسوه بالراحه مش هتطلعوه تاني. لكن لو انتوا قررتوا ان انتوا تخسوا بسرعه لا هتطلعوا في الوزن تاني. بس ده كل اللي انا عايزه اقوله. حلو جدا. ما جربتوش بصراحه، بس الناس اللي استخدموه قالوا عليه ان هو كويس جدا. وانا لما كنت بروح لدكتوره للدايت زمان كانت بتفضل تقول لي اخرك معلقتين سكر في اليوم، ما تاكلش بعد الساعه 7، تقفل بقك. انما بقى اللي هو بقى الشغل بتاع الكمون والميه السخنه كان الدكتور برضو مره كنت رحت للدكتور وكان اداني كمون على سنه كركم على ليمون على ميه مغليه، عامل زي حمص الشام. مش طعمه، مش كنت فاكره ان طعمه اسوأ من كده بكتير. وعلى فكره مش شرط يكون اخرنا في الاكل الساعه 7، يعني احنا اهم حاجه ان احنا قبل ما ننام بساعتين 3 ما نبقاش لسه واكلين وننام. يعني اقطعي اكل قبل النوم بساعتين 3 علشان بس تبقى المعده هديت، ما تبقيش دبها وتنامي، دي بتتخن برضو. بس واشربوا ميه كتير، اتحركوا كتير. دي كل النصايح اللي انا اقدر اقولها لكم اللي انا مريت بيها، لكن مش اكتر من كده. بس هي دي القصه، ويسالونا اسئله تانية واحنا هنجاوب عادي. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وادعوا لنا كتير قوي قوي قوي، احنا دايما بنبقى محتاجين دعواتكم يعني. بس باي باي.